المغرب عندما تنقلب حافلة في إحدى المدن المغربية يقولون أن السبب الرئيسي هو الجزائر. هل يعقل أن الدولة الجزائرية تقولها وتعيدها على أنها لا زالت وستستمر في مساندة البوليزاريو؟ هل يعقل أو كيف يعقل حين زيارة الأمين العام للأمم المتحدة قام وفده باصطدام طفلة لا يتجاوز سنها 14 من عمرها؟ لا أريد أن نطيل الحديث عن الجزائر لأنه ليس ثمة جزائري هنا في الاستوديو. المغرب عندما تنقلب حافلة في إحدى المدن المغربية يقولون أن السبب الرئيسي هو الجزائر. لا مشكلة لديهم مع الشعب الجزائري الشقيق، لكن وللأسف الشديد أنا لا أريد أن نطيل الحديث عن الجزائر لأنه ليس ثمة جزائري هنا في الاستوديو. أنا سأطرح سؤال أخير إن سمحت لي سيدة نزهة بري في صلب الموضوع. لكن أخي حكيم، علما أن النظام الجزائري، لا أتحدث عن الإخوة الأشقاء الجزائريين وإنما أتحدث فقط عن النظام الجزائري. أن النظام الجزائري وللأسف الشديد أنه لا زال يصرف أموال الشعب الجزائري ضد المغرب، علما يعلم أنه لن يستفيد شيئا من المغرب. ومن هذا المنبر بإمكاني أن أذكر الدولة الجزائرية أن إذا تناست ما وقع بسنة 1963، ها نحن في سنة 2019. اسمحي لي أن أطرح سؤالا أخيرا لأن الوقت داهمنا سيدة نزهة بري. قرير تقول أن الجيش المغربي ليس ثمة ضيف جزائري ولا يمكنني أن أؤخر لأن الوقت داهمنا سيدة نزهة بري. تقول أن الجيش المغربي ليس ثمة ضيف جزائري ولا يمكنني أن الجيش المغربي ليس ثمة ضيف جزائري ولا يمكنني أن الجيش المغربي ليس ثمة ضيف جزائري ولا يمكنني أن أدافع. المغرب عندما تنقلب حافلة في إحدى المدن المغربية يقولون أن السبب الرئيسي هو الجزائر. قاموا بإرسالها إلى مستشفى بالجزائر، لم تتوفر سوى على يوم واحد من العلاجات، وحينها قام الأمين العام للأمم المتحدة بالإمضاء على ورقة، علما أن الطفلة هي بحاجة إلى مساعدات طبية. المغرب عندما تنقلب حافلة في إحدى المدن المغربية يقولون أن السبب الرئيسي هو الجزائر. تفضلي سيدة نزهة. سيدة نزهة، أود الإضافة. نعم تفضلي أرجوك، نعود إلى هدوئنا، تفضلي. نعم سيدي، كل ما أود أن أضيفه وللأسف الشديد، وهذا لا يخفى على أحد وليس بسر، كيف يعقل أننا نرى الدولة الجزائرية المحترمة التي تعبر بعض الأحيان أنها تريد الود والسلم والأمانة والأخوة وربط اتحاد المغاربي الكبير. المغرب عندما تنقلب حافلة في إحدى المدن المغربية يقولون أن السبب الرئيسي هو الجزائر. ليس ثمة جزائري هنا في الاستوديو. أنا سأطرح سؤال أخير إن سمحت لي سيدة نزهة بري في صلب الموضوع. لكن أخي حكيم، علما أن النظام الجزائري، لا أتحدث عن الإخوة الأشقاء الجزائريين وإنما أتحدث فقط عن النظام الجزائري. أن النظام الجزائري وللأسف الشديد أنه لا زال يصرف أموال الشعب الجزائري ضد المغرب، علما يعلم أنه لن يستفيد شيئا من المغرب. المغرب عندما تنقلب حافلة في إحدى المدن المغربية يقولون أن السبب الرئيسي هو الجزائر. لكن حقيقة الأمر هو أن النظام الجزائري وللأسف الشديد استعان ببعض مرتزقة الجزائر، وهنا لا أتحدث عن الشعب الجزائري الشقيق، كما أنه استعان ببعض المانيين وموريتانيا في تندوف لاستقبال الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون مقابل بعض الدولارات وإبعاد الآلاف من المتمردين المغاربة خارج تندوف. هذا وكله من تقصدين بالمتمردين خارج تندوف؟ المغرب عندما تنقلب حافلة في إحدى المدن المغربية يقولون أن السبب الرئيسي هو الجزائر. الدولة الجزائرية وللأسف الشديد أنها تصرف أموالا طائلة، أموال الشعب الجزائري، وهي تذهب دائما في خبر كان، حتى أنها قامت بادعاءات لكونها بين قوسين أن الشعب الصحراوي أو بما نسميها الدولة الوهمية الإرهابية أنها استضيفت من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، علما أنها استعانت أنا أراك أن أرتقي بالحوار دون أريد أن نطيل الحديث عن الجزائر لأنه ليس ثمة جزائري هنا في الاستوديو.
المغرب عندما تنقلب حافلة في إحدى المدن المغربية يقولون أن السبب الرئيسي هو الجزائر. لا زالت عصابة المرادية، وهذا ليس بسر ولا يخفى على أحد أنها لا زالت تستعمل مثل هذه الدمى، علما أنني لا أقصف أحد وإنما هي الحقيقة سيدي. المغرب عندما تنقلب حافلة في إحدى المدن المغربية يقولون أن السبب الرئيسي هو الجزائر. كل الشكر جزيل لكما عبر الأقمار الصناعية من الرباط السيدة نزهة بري المنسقة الدولية المكلفة بالدبلوماسية الموازية بمنظمة سيزام الدولية المكتب دراسات بالأقاليم الجنوبية. شكرا جزيلا لك على قبول هذه الدعوة هذا المساء، وكل الشكر جزيل لك في الاستوديو السيدة ساهل ولد ميليد المنسق العام والمتحدث باسم شبكة ميزيرات العالمية في منطقة المغرب العربي على قبول أيضا هذه الدعوة هذا المساء. كنتما معنا في فقرة وجها لوجه. المغرب عندما تنقلب حافلة في إحدى المدن المغربية يقولون أن السبب الرئيسي هو الجزائر. هل يعقل أن الدولة الجزائرية تقولها وتعيدها على أنها لا زالت وستستمر في مساندة البوليزاريو؟ هل يعقل أو كيف يعقل حين زيارة الأمين العام للأمم المتحدة قام وفده باصطدام طفلة لا يتجاوز سنها 14 من عمرها؟ لا أريد أن نطيل الحديث عن الجزائر لأنه ليس ثمة جزائري هنا في الاستوديو. المغرب عندما تنقلب حافلة في إحدى المدن المغربية يقولون أن السبب الرئيسي هو الجزائر. لا مشكلة لديهم مع الشعب الجزائري الشقيق، لكن وللأسف الشديد أنا لا أريد أن نطيل الحديث عن الجزائر لأنه ليس ثمة جزائري هنا في الاستوديو. أنا سأطرح سؤال أخير إن سمحتي لي سيدة نزهة بري في صلب الموضوع. لكن أخي حكيم، علما أن النظام الجزائري، لا أتحدث عن الإخوة الأشقاء الجزائريين وإنما أتحدث فقط عن النظام الجزائري. أن النظام الجزائري وللأسف الشديد أنه لا زال يصرف أموال الشعب الجزائري ضد المغرب، علما يعلم أنه لن يستفيد شيئا من المغرب. ومن هذا المنبر بإمكاني أن أذكر الدولة الجزائرية أن إذا تناست ما وقع بسنة 1963 ها نحن في سنة 2019. اسمحي لي أن أطرح سؤالا أخيرا لأن الوقت دهمنا سيدة نزهة بري. قرير تقول أن الجيش المغربي ليس ثمة ضيف جزائري سيدة نزهة بري في صلب الموضوع. لكن أخي حكيم، علما أن النظام الجزائري، لا أتحدث عن الإخوة الأشقاء الجزائريين وإنما أتحدث فقط عن النظام الجزائري. أن النظام الجزائري وللأسف الشديد أنه لا زال يصرف أموال الشعب الجزائري ضد المغرب، علما يعلم أنه لن يستفيد شيئا من المغرب. المغرب عندما تنقلب حافلة في إحدى المدن المغربية يقولون أن السبب الرئيسي هو الجزائر. لكن حقيقة الأمر هو أن النظام الجزائري وللأسف الشديد استعان ببعض مرتزقة الجزائر، وهنا لا أتحدث عن الشعب الجزائري الشقيق، كما أنه استعان ببعض المانيل وموريتانيا في تندوف لاستقبال الأمين العام للأمم المتحدة. أن السبب الرئيسي هو الجزائر. تفضلي سيدة نزهة. سيدة نزهة، أود الإضافة. نعم تفضلي أرجوك، نعود إلى هدوئنا، تفضلي. نعم سيدي، كل ما أود أن أضيفه وللأسف الشديد وهذا لا يخفى على أحد وليس بسر، كيف يعقل أننا نرى الدولة الجزائرية المحترمة التي تعبر بعض الأحيان أنها تريد الود والسلم والأمانة والأخوة وربط اتحاد المغاربي الكبير. المغرب عندما تنقلب حافلة في إحدى المدن المغربية يقولون أن السبب الرئيسي هو الجزائر. ليس ثمة جزائري هنا في الاستوديو. أنا سأطرح سؤال أخير إن سمحتي لي ولا يمكنني أن لأن الوقت دهمنا سيدة نزهة بري. قرير تقول أن الجيش المغربي ليس ثمة ضيف جزائري ولا يمكنني أن الجيش المغربي ليس ثمة ضيف جزائري ولا يمكنني أن الجيش المغربي ليس ثمة ضيف جزائري ولا يمكنني أن المغرب عندما تنقلب حافلة في إحدى المدن المغربية يقولون أن السبب الرئيسي هو الجزائر. قاموا بإرسالها إلى مستشفى بالجزائر، لم تتوفر سوى على يوم واحد من العلاجات، وحينها قام الأمين العام للأمم المتحدة بالإمضاء على ورقة، علما أن الطفلة هي بحاجة إلى مساعدات طبية. المغرب عندما تنقلب حافلة في إحدى المدن المغربية يقولون